السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمل لقاء جلالة الملك المفدى بعدد من علماء الدين والقضاة الشرعيين وخطباء المساجد وكلمة جلالته السامية التي وجهها خلال اللقاء حمل معالم ومضامين مفصلية شكلت خارطة طريق لمستقبل البحرين المنشود، وبعين وحكمة القائد وحرص الوالد عكست كلمات جلالته التي وقعت في العقل والقلب حرص جلالته على تعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع البحريني كافة، والاستمرار بعملية الإصلاح والتطوير التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي. محاور ومضامين عديدة لكلمة جلالة الملك تراوحت بين الاهتمام والعمل على عودة الأمور إلى طبيعتها والتأكيد على الوحدة الوطنية واستقلالية السلطتين الشرعية والقضائية، إلى جانب التركيز على إصلاح الخطاب الديني الذي يدعو إلى لم الشمل بين أبناء البحرين. إذن هي محاور عديدة سنحاول خلال هذا اللقاء أن نتوقف عند أهم المحاور وأبعدها مع ضيوفي هنا في الاستوديو، ونرحب بداية بفضيلة الشيخ أحمد سلمان. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بكم، أهلا ومرحبا. كما ونرحب أيضا بفضيلة الشيخ علي مطر. مرحبا بك. حياك الله، بارك الله فيكم. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد العطاء. مرحبا بك فضيلة الشيخ. حياك الله وسهلا. وأخيرا فضيلة الشيخ فاضل حسين الجمري. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بكم. البداية معك فضيلة الشيخ أحمد سلمان، يعني ما هو تقييمكم العام للقاء جلالة الملك المفدى بالقضاة الشرعيين وأيضا خطباء وأئمة المساجد الذي تشرفتم بلقاء جلالة الملك مؤخرا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الذي أتاح لنا الفرصة للتعرف على رأيه وعلى وجهة نظره حول الأحداث التي حدثت في البلد وما له من عزيمة أن يقوم به في إصلاح هذا الشرخ وهذا يعني التفكك الذي حصل في المجتمع، وإن كان يعني أهل البحرين يراهن عليهم في إصلاح أمورهم ولا يحتاجون، كما صرح جلالته وقال بأنه نحن لا نحتاج إلى حلول من الخارج وإحنا بروحنا قادرين نحل مشاكلنا. وتقييمي لهذا اللقاء أنه كان لقاء أبويا ولقاء حانيا. صحيح. والملموس من خلال هذا اللقاء أن صاحب الجلالة ما يوده مثل ما صرح به وقال أنه احنا نريد نضع كل هذا اللي صار خلفنا وننطلق إلى الأمام بعجلة الإصلاح. يعني الإصلاح يحتاج إلى استمرارية. نعم. حتى وإن كان بطيئا، وإن كان هو يعني صاحب الجلالة يعني قال بأن هذه العجلة بطيئة، إلا أنه إن شاء الله راح يكون هناك يعني استمرارية وديمومة وانطلاقة في الأيام القادمة. نتمنى أن يكون هناك يعني استعجال في الإصلاحات، ولكن استعجال بحكمة وبعقلانية. صحيح. وهذا ما لمسناه من جلالته. نعم. أنتقل لك فضيلة الشيخ علي مطر، يعني ما أهمية هذا اللقاء بالنسبة لكم كرجال دين وخطباء وأئمة مساجد في هذا الوقت المفصل حقيقة الذي تمر به مملكة البحرين؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه، وبعد. هذا اللقاء في الحقيقة الذي جمع علماء ومشايخ البلد وقضاة البلد الشرعيين مع جلالة الملك هو في الحقيقة ليس باللقاء الأول. نعم. وإنما هو لقاء من لقاءات عديدة جدا. وجلالة الملك حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه حريص على الالتقاء بعلماء البلد والتواصل معهم في مناسبات كثيرة جدا تتكرر هذه اللقاءات. هذا لقاء ربما يختلف عن لقاءات أخرى سابقة
كانت هذا اللقاء وخطاب الملك حفظه الله فيما يتعلق بالوضع الراهن والتطورات التي تشهدها البلاد كان خطابا مغايرا مختلفا، إلا أن هناك عناصر مهمة يركز عليها جلالة الملك دائما في كل لقاء مع علماء وخطباء البلد. نعم. هذه المرة خطاب جلالة الملك حفظه الله ورعاه كان خطاب قائد، صحيح، ككلماته السابقة. الكلمة صادرة من قائد وصادرة من أب، وأحسسنا، وهذا شعور الجميع لما تكلمنا مع بعض، وأيضا التحليلات التي نشرت وغيرها كانت نابعة من رحمة ومن شفقة الملك على البلد وعلى المواطنين وعلى من يسكن هذه الجزيرة المباركة. نعم. الملك جلالة الملك ركز في خطابه، هذا الخطاب الذي هو في الحقيقة كان خطابا شاملا لأمور كثيرة، الوقت ما نحن فيه الآن الذي نعايشه، أيضا لمستقبل هذه البلاد، وأيضا مستقبل الأمة المحيطة بنا. إذن خطاب جلالة الملك شخص الواقع الحالي، وأيضا يعني وضع ومهد الطريق لمستقبل مشرق إن شاء الله للمملكة. فيما يتعلق أن ركز جلالته على ما يتعلق بالوضع الداخلي. نعم. أمور تهم الوضع الداخلي، وأيضا أمور تهم الوضع الخارجي. صحيح. نعم. نعم، بالتأكيد فضيلة الشيخ دكتور رحمة العطاوي، يعني خطاب جلالة الملك المفدى وأيضا جلالة الملك المفدى أكد في أكثر من مرة على أن يعني المجتمع الديني والمدني هو الذي نحتاجه الآن في مملكة البحرين، وأن رجال الدين يلعبون دور كبير باعتبارهم صمام أمان لهذا المجتمع، بعكس يعني المجتمع العلماني الذي رفضه الجميع. هذه كلمات حقيقة يعني ذكرها جلالة الملك. سأناقش بمزيد من التفصيل معك هذه النقطة، ولكن بعد أن نتابع جزء مما ورد في كلمة جلالة الملك المفدى. نتابع هذه الكلمة ونعود إليكم مشاهدينا. لا شك الأمة تحتاج إلى رأس يحفظ شكل الأمة، وتحتاج إلى رجال وعلماء يحفظوا أخلاق الأمة وعادات الأمة وحياة الأمة وطبيعتها، وهذا يتمثل فيكم أنتم رجال العلم في كل ما يتعلق بحياتنا وفي كل ما يتعلق بتصرفاتنا، بما يثبت الاستقرار والراحة للجميع. هذه الأشياء موروثة فينا وفيكم أبا عن جد، وللبحرين طريقتها الطيبة ولها ما هو معروف عن كرمها بكل شيء، بالرأي وبالمواساة، وكرمها بالمشاركة، كرمها بالرأي، وكرمها بالحلال والمال والعيال. فالبحرين ما قصرت أبدا على أحد في تاريخها، بل كانت عون لجميع الدول، واليوم ذلك ما قصروا في أنهم يعينون كذلك باللي يقدرون عليه بالشكل اللي بالفعل كذلك يؤدي إلى تقدم واستقرار البحرين، اللي هو تقدم واستقرار للجميع. وإحنا في الواقع اليوم ما وضعنا أمامنا إلا هدف واحد، أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وأن تدور عجلة الإصلاح كما كانت تدور، وإن كانت الآن يعني شوي ببطء، ولكن هذا احنا معاكم ندفع للأمام بحيث أن ترد إلى الدوران الطبيعي. فطبعا
طبعا أعلنا عن نهاية حالة السلامة في أول جون، والقصد منه أن الكل يشعر بأن الحياة الآن عادت طبيعية، لكن لا يعني ذلك يعني ترك الأمن، ولا يعني ذلك عدم تطبيق القوانين، ولا يعني ذلك الاهتمام بالاستقرار، ولكن أن الحالة تكون طبيعية وليست استثنائية. ولله الحمد الأخوة اللي أسهموا على الحالة الاستثنائية قاموا بدورهم على أكمل وجه بكل ما يملكون من مقدرة وحكمة وصلاحيات، وأنا كنت أتابع عدم تجاوز الصلاحيات، وبالفعل كان كل شيء يعني دقيق، وراعوا القانون اللي كلفهم بهذه المرحلة. القضاء سيأخذ مجراه في مختلف القضايا اللي مرت بها الدولة، ولكن كذلك يهمنا السرعة في إنجاز الأمور حتى نخلي هذه المشكلة خلفنا بأسرع وقت ممكن، ونتجه للسرور، ونتجه للعلم، ونتجه للفرحة، ونتجه للازدهار. ولا أعتقد لا أنا ولا أنتم تريدون تكونون في عين الأخبار والأخبار السيئة اليومية اللي أغلبها للأسف مقصود ومفبرك ضد هالأمة. فكل من تجاوزنا أزمتنا هذه شلنا نفسنا من هالعين الحاقدة الحاسدة اللي لا تريد لأمتنا العربية ولا لأمتنا الإسلامية الخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ومعك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد العطاوي. يعني جلالة الملك المفدى أكد فيما استمعنا وشاهدنا إليه الآن، يعني أكد على مسألة دور رجال الدين وخطباء المساجد وأئمة المساجد أيضا، وفي تثبيت الأمن والاستقرار في مملكة البحرين. ما هو تعليقك على هذه الجزئية فضيلة الشيخ الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابة الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بداية أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا البرامج. والأمر الآخر قبل أن أبدأ في تعليقي أريد أن أصحح مصطلح كررته كثيرا، جزاك الله خير أستاذ وليد، وهو مصطلح رجال الدين. هذا المصطلح لا يوجد في المفهوم الإسلامي، فكل كل رجل في هذا الدين ينتمي إلى هذا الدين هو رجل دين، وكل امرأة هي امرأة دين. كل مسلم بهذه الصورة. بل إن شنو البديل اللي تقترحه؟ لدينا قضاة العلماء والمشايخ والخطباء. الأمر الآخر فيما يتعلق بمصطلح رجال الدين، حقيقة أنا أجد بأن الذي وقعنا فيه، المشكلة التي وقعت في البحرين، كانت هي لوجود هذا المسمى بتعبير آخر لا أريد أن أخوض فيه الآن إن كان هناك متسع، لكن فقط تصحيح لهذه هذا المسمى اللي هو رجال الدين المعروفين في الكنائس والكهنوت وما شابه ذلك. أعود إلى كلمة جلالة الملك التي تشرفنا بلقائه يوم الاثنين الماضي. كان لدي تصور وتوقع حينما دعيت إلى هذا اللقاء بأنني بداية الأمر سأستمع إلى لوم للبعض، ومن ثم قضت تصحيح الخطأ الذي حدث وماذا نريد في المستقبل. لنا أن تفاجأت بأن جلالة الملك بدأ مباشرة فيما نريد في المستقبل دون أن يلمح حتى للوم أي أحد سواء من الحضور أو من غير الحضور، وأن مباشرة ذكر ماذا نريد في المستقبل سواء منا كمشايخ وعلماء أو حتى بالنسبة للبقية.
أنه لم يوجه حتى لوم حتى بالنسبة للدول التي ثبت تورطها في الأحداث التي حدثت، لم يتطرق لها. بل سنجد لو وضع قضت مقطع آخر بأنه قدم خدماته لحل أي إشكال يقع بين هذه الدولة وبين أي دولة أخرى من الدول العربية الشقيقة، وسماها بدولة شقيقة. نعم. أنا كأب حينما أريد أن أصحح سلوك أحد أولادي، ابتداء نقضت أن أبين له ما هو الخطأ الذي ارتكبه، وبعد ذلك أنه أصححه. الملك تجاوز هذه المرحلة مباشرة، أنه أراد ما نريد أن نفعله في المستقبل، وأجده أن قضت أنه منهج أيضا يعني جديد في الإصلاح، ولابد من الإشادة به حقيقة. نعم. فضيلة الشيخ فاضل فتيل، يعني لا يخفى بأن علماء الدين، عشان بعد لا يزعل علينا الدكتور أحمد، علماء الدين والمشايخ والخطاب الديني أيضا خلال فترة الأزمة كانوا يلعبون دور من جهة تهدئة، ومن جهة أخرى نجد بأن هناك تصعيد وتأزيم للأسف. ما هو الدور الآن الملقى على عاتق علماء ومشايخ الدين في هذه المرحلة حتى نتجاوز هذه الأزمة، مثل ما أكد وأشار جلالة الملك حفظه الله ورعاه في أكثر من موضع في كلمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أولا أشكر جلالة الملك على هذه اللفتة الكريمة بأن دعانا إلى الاستماع لهذه الكلمة السامية، وهي كلمة في الواقع جاءت في وقتها، فجاءت كالدواء بعد طول الداء، وجاءت هذه الكلمة كالماء البارد بعد طول العطش، وجاءت هذه الكلمة نقاطا لحروف افتقدت نقاطها طويلا، فلم نعرف أن نقرأ الحاضر والمستقبل، وجاءت لتبدد الخوف من المستقبل المظلم. كنا ونحن نستمع إلى كلمة جلالته في غاية السرور. نعم. وغمرنا جلالته بالأمل في استشراق المستقبل، وكما تفضل الدكتور أن جلالة الملك تجاوز الصغائر كلوم البعض أو مثلا توجيه بعض الاتهامات أو مشاكل، وكان رجل مسؤولية، تكلم فيما سوف نقوم به من مهام، كلمة القيادة. نعم. أراد أن يقود الزمام من أجل الخروج من هذا المضيق المظلم، الخروج بالبلد، الخروج بالشعب، الخروج بالمواطنين، الخروج بالدولة، بالوطن والمواطن. كانت كلمة أبوية وتربوية لم يدخر جلالته فيها جهدا، كانت الكلمة تتسم بالشفافية. نعم. أما بالنسبة إلى دورنا، فأنا أقول أن للخروج من هذه الأزمة جلالة الملك مد يده بهذه الكلمة وفتح بابه وقال لن تجدوا، وأقسم. صحيح. قال والله لن تجدوا أو لن يجد المتضرر الذي يشعر بالنقص أحدا ينصفه كما أنصفه أنا. صحيح. دورنا احنا طلبة العلم، الدكتور هنا نعم. أو مصطلح رجال الدين، يعني الذين يعلمون الناس الدين على كل. دور رجال الدين، دور الخطباء، أن يعلموا هذه الأمة طريق الخلاص، طريق الخلاص من خوفهم، طريق الخلاص من القلق اللي يسود اليوم. كل بحريني، وأقول كل، نعم، كل بحريني يشعر بالقلق ويبحث عن طريق الخلاص. ربما يقع الدور الأكبر الآن على الخطباء وعلى المشايخ، كفاية تحريض وكفاية خطاب تصعيدي، والعاقل يتعلم من تجربته، ومررنا بتجربة والكل رأى نتائجها
النتائج التي جرت علينا الألم على الجميع، فعلينا أن لا نعود إلى نفس لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم. علينا أن لا نعود إلى نفس التحريض، إلى نفس الخطاب. غيروا من خطاباتكم، ابحثوا عن طرق بديلة، ابحثوا عن سبل بديلة. كثير من المشايخ اليوم يخاف أن يفتقد الأتباع، يقول أنا لو قلت لهم اهدوا أخاف أفتقدهم، بيروحون يبحثون عن شيخ غيري. وهناك يعني جزء أو عدد من المشايخ أيضا من يلتزم الصمت، أو يلتزم يعني يكون متحفظا في آراء. انقلبت الآية، مثل ما نعبر أنه بدلا من أن المتبوع صار هو تابع بالفعل، بدلا من أن الناس يتبعونك يا رجل الدين، يا عالم الدين، يا شيخ الدين، يا مبلغ، يا خطيب. الناس يتبعونك، أنت خذ بيدهم إلى طريق الأمان، أخرجهم من الظلمات، أخرجهم من شرور الطريق المظلم، نعم، الطريق الخاطئ. صحيح. خذهم إلى الطريق الصحيح. لا تستحي، لا تأخذك في الله لومة لائم، لا تخف من فقدان الأتباع. الآن جاء دور التصالح والمصالحة والحوار، وأن نضع يدنا في يد الحكومة، نعم، في يد جلالة الملك الذي مد يده. اليوم لا عذر لنا، لا عذر لخطيب أن يصعد من لهجته، ولا عذر لرجل دين أو لعالم دين أن يصعد من لهجته، بينما أن جلالة الملك قد خفض من مستوى خطابه إلى درجة أنه لم يلم أحدا بالفعل على ما فات، وقال فتحنا باب جديد وصفحة جديدة، وسوف نخرج من هذا الوضع المظلم، وأوقف قانون السلام الوطنية، وفتح باب الانتخابات إن شاء الله في شهر سبتمبر. نعم. ويعني سوف يملأ الجانب النيابي، سوف تملأ الهفوات وتصحح الأخطاء. فالآن لا عذر لرجل، سواء كان رجل دين أو كان، وكلنا رجال دين إن شاء الله، أن يتشدد وأن يخرج عن المألوف وأن يعود إلى الخطاب السابق. نعم. الآن خطاب جديد، ومد جلالة الملك يده ونحن يدنا في يده. وهذا يعني ما يدعو للتساؤل، يعني فضيلة الشيخ أحمد سلمان، يعني ما الذي يدعو رجل دين أو عالم دين إلى يعني التحدث بشيء من الشدة والتحريض، ويعني ما يقوض الأمن والاستقرار في هذا البلد، ويستغل اسم الدين حقيقة في مرحلة كانت البحرين تمر فيها في مرحلة حرجة كانت تمر فيها مملكة البحرين. ما الذي يدعو البعض إلى يعني التحدث باسم الدين واستغلال الدين للتحريض وإشعال نار الفتنة الطائفية، والبعض يعني ملتزم الصمت، والبعض الآخر يدعو إلى التهدئة؟ طبعا رجل الدين، هناك كلمة طيبة جدا للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، كان في البحرين قبل كم سنة وأراد أن يأتي للم الشمل. نعم. يعني جاء للم الشمل، والحمد لله كلماته كلها طيبات، وقال رجل الدين ما به الاجتماع، لا يصلح ما به الاجتماع أن يكون ما به الافتراق. نعم. رجل الدين هو الذي يجمع الناس، سواء كان من هذه الطائفة أو من هذه الطائفة. الناس يصغون، وأن يكون تابعا لا متبوعا، مثل ما أشار فضيلة الشيخ مثل ما أشار فضيلة الشيخ فاضل. أنا مثلا سماحة الشيخ علي مطر كثير أنا أسمع له خطابات وأسمع له حوارات في الإذاعة، ما أقول أنه هذا ليس من جماعتي وليس من أتباعي. إحنا وظيفتنا أنه رجال الدين نسمع ونستمع أيضا ونحدث. فالكلمة الطيبة إذا خرجت من القلب تدخل في القلب. نعم. يعني يجب على رجل الدين أن يبتعد عن أهوائه ويبتعد عن مصالحه الشخصية، وإذا كان هذا الرجل هو من أنصاف المتعلمين رجاء يتأخر شوي إلى أن يأتي غيره من أهل العلم، من المتحدثين ومن الخطباء ومن القادرين على تناول الخير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت، حتى ينور الناس بهذه الكلمات النيرة، لا أنه يأتي بأسلوب فج ويثور هذه الفئة على هذه الفئة وهذه الطائفة وعلى هذه الطائفة، انشقاقات وانقسامات يعني لا يعلم بها إلا الله.
حتى في الطائفة الواحدة، مصلحة أحد يعني، وحتى في الفئة الواحدة من الطائفة الواحدة، يعني ما مصلحة أحد. لذلك تشوف صاحب الجلالة يؤكد على دور رجال الدين، لأن دور رجال الدين بهم الإصلاح إذا أرادوا أن يصلحوا، وبهم الإفساد إذا أرادوا أن يفسدوا. إذا صلح العالم صلح العالم، وإذا فسد العالم فسد العالم. صحيح. وإخواننا السوريين عندهم مثل جدا طيب، يقولون السياد تسمع من خذ من أقوالهم ولا تأخذ من أفعالهم. لأن هذول بيقول يعني دائما يقولوا قال الله وقال الرسول، أما أفعاله من نفسه. فأنت تعال وأتي بكلمة طيبة، كلمة سواء بيننا مثل ما يقول القرآن، حتى الإنسان يصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى بواسطة كلماتك، وتؤجر وتثاب وتحفظ بلدك بهذه الكلمات الطيبة. بالفعل. فضيلة الشيخ علي بطر، يعني جلالة الملك المفدى مثل ما تابعت في الكلمة يعني أكد على مسألة أن تعود الأمور إلى طبيعتها وإلى نصابها الآن، وأن تدور عجلة الإصلاح كما كانت تدور في السابق. الآن ما هو الخطاب الذي يجب أن يتحدث به علماء ومشايخ وطلبة العلم أيضا في البحرين حتى يكونوا عونا حقيقة لإرجاع الأمور مثل ما كانت وأفضل مما كانت عليه؟ أقول بالله التوفيق. إذا التزم عالم الدين والتزم الخطيب وطالب العلم بمستلزمات ما لديه من علم، ما الفرق بين العالم والجاهل؟ كالفرق بين الحي والميت. اليوم كثير ممن حملة الشريعة أو ممن يسمي نفسه بعالم أو كذا إلى آخره هو فاقد للحكمة. بعضهم فاقد الاتزان، وفاقد شيء لا يعطيه. بدل أن يأتي عالم الدين، والأصل في عالم الدين أنه حكيم هادئ بعيد النظر، ينظر إلى الأمور، يهدئ النفوس عندما يلتقي مع الشباب ويوجه الخطاب للشباب ويرى فيهم الحماس والانفعال والرغبة في العمل أي نوع من فإنه يمتص ما لديه من، لو كان هناك غضب، لو كان هناك انفعال معين، لو كان هناك طيش، لو كان اليوم انعكست الأمور. صحيح. يأتي ويتحدث معهم بسم الله والحمد لله ويرى فيهم الحماس والشدة والعنف وغير ذلك، فيستغل يعني ينقلب إلى فهذه مصيبة. الآن كثير من العلماء ومن يعني نتوسم فيه أنه حكيم ينجر وراء الغوغاء. فكيف يستطيع هذا العالم أن يصلح؟ بعض العلماء يرى ماذا يريد الناس، أي خطاب يريدون، يقيس النبض فيخاطبهم بما يريدون. هنا مكمن الخطر. ونحن تحدثتم، وأيضا من استنتج من خطاب جلالة الملك أنها دعوة إلى إصلاح الخطاب الديني. ليست دعوة لإصلاح الخطاب الديني. الخطاب الديني جزء من حقل كبير يتعلق بالدين، ولكنه محرك كبير حقيقة. أي نعم، لكن احنا عندنا خلينا نقول إصلاح الحقل الديني ككل. عندنا مؤسسات رسمية ومؤسسات غير رسمية، وعندنا جمعيات إسلامية، وعندنا مدارس، وعندنا معاهد، وعندنا حوزات، وعندنا كذا، كلها تريد إلى إعادة نظر وإلى إصلاح وإلى اتباع نهج جديد قويم مبني على قواعد الشرع، غير مبني على القواعد الحزبية الموجودة في المؤسسات، في الأحزاب أو في الجمعيات السياسية أو في بعض التكتلات الإسلامية وغيرها. هذه أحزاب، نحن ما نستمد خطابنا من الأحزاب، وإنما هذا الخطاب ينبغي أن يبنى على قواعد الشريعة الإسلامية. وقواعد الشريعة الإسلامية تستنبط من أين؟ صحيح. من كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشروح العلماء الربانيين الثقات لهذين الوحيين. عندئذ نستطيع أن نأخذ بأيدي الشباب، وفي الحقيقة غير الشباب اليوم، غير الشباب. رأينا بعض الأشخاص من هم في العقد الخامس والسادس يتصرفون كتصرف الصبيان، مواقفهم الارتجالية، مبالغاتهم في ردود الأفعال،
أو نقول لكل عالم دين ولكل خطيب ولكل، إن كنت ملتزما بالحكمة وتعرف أن خطابك متعقل، خطاب يجمع، خطاب لا يفتت، خطاب لا يمزق، تكلم. وإن كنت فاقدا للحكمة لا تستطيع أن تسيطر على نفسك وعلى انفعالك بمجرد أن تتحدث كلمتين وثلاث كلمات وإذ بك تطيش يمينا وشمالا فإذا جزاك الله خير، تكفى، ابتعد، الصمت، ابتعد وافسح المجال لغيرك من عقلاء ومن حكماء البلد، وهم كثر. صحيح. البحرين اليوم بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل دعم الدولة والقيادة للمؤسسات الدينية، لدينا اليوم قيادات. نعم. ولدينا اليوم عدد كبير من العلماء، من حفظة القرآن الكريم، من طلبة العلم، من حملة الشهادات، من صحيح. فإذا هذا الإنسان ما يصلح ويرى في نفسه أنه لا يصلح، نقول له ابتعد. ولكن أيضا تكمن المشكلة فينا نحن. أنت تأتي ربما وتخاطب الناس بخطاب تحريضي متشدد، خطاب ناري يؤجج، وأنا أسمعك وبعدين أقول لك مشكور جزاك الله خير ما قصرت زين، واروح من وراك واتكلم فيك. شفتوا خطاب وليد كيف كان؟ خطابه سيء، خطابه تحريضي. يا اخي قل له. صحيح. نجامل. هذا المناصحه المطلوبه. هذه صارت مجامله، بل نفاق. انا اعتبره نفاق ومداهنه على سبيل سمعه الوطن وامن الوطن واستقرار الوطن، وايضا عقول الشباب. صحيح. هذه العقول التي تلاعب بها البعض، اخذ يتلاعب بها كما يتلاعب الصبيان أو يتلاعب بعض اللاعبين في الملعب بالكرة. بالفعل يقذفها يمينا وشمالا. وأنا أقول حتى لهؤلاء الشباب، لما ترضى لنفسك أن تكون أداة ولعبة. بالفعل. وكالكرة يشوتك المطوع ولا رجل الدين، هذا رجل دين. صح. هذا رجل دين الذي يلعب بالناس. لما ما تفضل به فضيلة الشيخ بأن كل مسلم رجل دين، عندما يشعر أنه كل مسلم رجل دين، كنا قديما ولا نزال إلى اليوم لو جلسنا مع أكبر عالم أن نقول له يا شيخ ما حكم المسألة كذا وكذا وكذا، يقول حكمها كذا وكذا، ما نتردد. شيخ إيش دليلك؟ نريد أن نعلم الناس، وهو يعلم أننا نريد أن نعلم الناس وما يغضب. ولكن بعض الذين يسمون أنفسهم برجال دين وصبغوا أنفسهم بالكهنوت وبالعصمة وبالهالة والتقديس وغير ذلك، أن خطابه أنت من لكي تقول لي إيش دليلك؟ من أنت وإيش مؤهلاتك لكي تخاطبني وتراجعني هذا ما عندنا هنا. صحيح. هاي ما عندنا. حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور معينة للاستفهام لما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من إحدى صلاتي العشي من ركعتين نسيا، انصرف الناس، قال وقصرت الصلاة، قصرت الصلاة. قال قام غضبانا فقال له ذو اليدين أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. هذه ربما المناصحة مطلوبة. هذا هو. فإذا نحن نجامل ننافق ويبقى الخلل كما هو ويبقى فإذا ليست المسألة بالخطاب. الخطاب جزء من حقل كبير جدا يحتاج إلى رصد، يحتاج إلى متابعة. صحيح. يحتاج إلى لجان، بل إلى من لديه القوة العلمية والقوة الفكرية للسيطرة عليه ولإزالة الشوائب عنه، وإلا سوف نبقى على ما نحن عليه. نعم. وهذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ يعني أحمد العطاوي، من الأمور التي أشار إليها جلالة الملك المفدى في خطابه هو الإعلان عن إنهاء حالة السلامة الوطنية. في رأيك يعني ما هي أبعاد إعلان جلالته لإنهاء حالة السلامة الوطنية في البحرين حتى يعني تعود الأمور إلى طبيعتها ونصابها الصحيح؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الإعلان هو يصب في نفس الكلام اللي ذكرته سابقا بأن جلالة الملك ينظر إلى نقضة. احنا لابد أن نعود. صحيح. لابد أن نعود ببداية جديدة دون النظر إلى الخلف.
وإن كان نحن يعني لا علاقة لنا بالسياسة وما شابه ذلك، ولكننا جزء من نعم من هذا ما زلنا نتخوف يعني بأن قضيتنا نعم. قد المشاكل تعود من جديد، لكن نسأل الله عز وجل أن يعني يكون هذا القرار قد اتخذ في مكانه، وفعلا أن تعود الحياة. هي عموما الآن عادت في الشارع العام بصورة عامة، قد يكون في بعض المناطق قضاء الاضطرابات انها موجوده، لكن بصوره عامه الحمد لله الان كثير من الاشخاص نقضت يستطيع يروح يتسوق. اليوم مثلا قضتنا في فعاليات في احد المجمعات، اصبحت الحياه موجوده. صحيح. وبالتالي قضتنا لابد ان نزيل هذه الاشكالات. هذا امر. بس اسمح لي ان اعود الى نقطه الشيخ علي، وان كان قضت الموضوع جدا طويل لكن سأركز باختصار ان شاء الله ان شاء الله. مع الاسف الشديد بان الخطاب مثل ما ذكر، أنا أؤكد على كلام الشيخ علي بأن هي منظومة ما يتعلق بالناحية الشرعية أو ناحية التعليم، هي منظومة ليست فقط خطاب يعني أنظر إلى خطبة الجمعة، لا، وإنما هناك معاهد شرعية، هناك حوزات، هناك حتى في مجال التدريس في المدارس، كل هذه هي خطابات توجه. نعم. مع الأسف الشديد بأن أغلب الخطاب يخاطب العاطفة فيما يتعلق بالتأجيج وما شابه ذلك من كلا الطرفين حقيقة، لكن لعل يعني ما حدث الأخير كان يعني من طرف معين، لكن هو قضية التأجيج أو مخاطبة العاطفة موجود لدى الطرفين. نعم. لابد من مخاطبة العقول. ذكر الشيخ علي ما يتعلق بالكهنوت. الكهنوت ما هو؟ الكهنوت على أن ذلك العالم ذلك الشخص يضع نفسه وكيلا عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أن كل كلامه يكون صواب كانوا يتكلم به بلسان الله عز وجل. وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ليس هناك أي أحد من العلماء يمكن أن يصل لهذا الأمر. أئمتنا رحمهم الله قد قالوا تلك المقولة التي تكتب بماء الذهب: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. نعم. ليس هناك عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قضت أن كل يؤخذ من كلامه ويرد كما قال ذلك الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. لابد من مخاطبة العقول بالفعل. مسألة قضت مخاطبة العقول تحتاج إلى جلسة. نعم نعم نعم. يعني ننتقل لك فضيلة الشيخ فاضل، جلالة الملك وبإعلان عن انهاء حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين أكد بأن هذا لا يعني ترك الأمن وأيضا عدم تطبيق القوانين. إلى أي مدى تتفق يعني مع مسألة أنه يجب الآن تطبيق القوانين بكل حزم حتى لا تنفلت الأمور مثل ما شاهدناها في السابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد من القانون، ولا بد من النظام، ولا بد للناس من حاكم يرعى شؤونهم، ولا يجوز شرعا عند جميع الطوائف الإسلامية مخالفة القوانين الوضعية. نعم. في لقاء سبق هذا اللقاء بينت أنه الفقهاء لا يجيزون عن القانون ولا يجيزون مخالفة النظام شؤون الناس. لا يجوز سد الشارع الذي يستخدمه الناس حتى ولو كان هؤلاء الناس غير مسلمين. ولا تبخسوا الناس أشياء. الناس قابل أن يكون مسلم وغير مسلم. لا يجوز استخدام ممتلكات الغير فرد أو الغير جماعة أو الغير جهة أو الغير حكومة. نعم. لا يجوز تعطيل مصالح الآخرين. نعم. كل هذه الأمور يكفلها القانون. هذا القانون ليس صادرا من إنسان معصوم. قابل هذا القانون أن يخطئ، وقد قال جلالة الملك في كلمته السامية: إذا رأيت قصورا في القانون عدل القانون. قالها بهذا الأسلوب: عدل النقص، أكمل النقص. وذاك من خلال المشاركة ومن خلال التكاتف ومن خلال إبداء الرأي من خلال دخولك على الحكومة. ادخل أنت على جلالة الملك. لماذا تعتبر الدخول على جلالة الملك عيب؟ إلى متى نحن نعيش هذه العقلية؟ وكافة القنوات مفتوحة. تعتبر أن الدخول على جلالة الملك كفر. صحيح.
بعض الأشخاص، كثير من الأشخاص يريد أن يدخل على جلالة الملك ومن رجال الدين ومن المبلغين، تقول له ليش ما تدخل على جلالة الملك، وتقول له هذا الأمر الفلاني من القانون ناقص، تناقش إياه. هل هناك خوف أم ماذا؟ هل الخوف من الملك أنه يقول لك اخرج، أو من الخوف من بالضبط؟ يعني أنا أشخص يعني هذا الخوف أنه من الناس. نعم. يعني صرنا نعتبر الدخول على الحاكم عيب. إذن كيف نحل الموضوع؟ كيف نحل النقص في القانون؟ نحل النقص في القانون أن هناك نقص في القانون، وأنا أريد أن أحل النقص في القانون، ما أروح أقول للملك ولا رئيس الوزراء، سمو رئيس الوزراء، أن هناك نقص في القانون. أروح ألجأ إلى اتجاهات أخرى، إلى مثلا أماكن أخرى، إلى من هو لا يخدمني، يريد أن يخدم نفسه. صح. هو يريد أن يستعملني أصلا، هو وجد الفرصة أن يستخدمني. أنا أقول لابد من القانون ورفع السلامة الوطنية، قانون السلامة الوطنية نرحب به كما رحب به كل عقلاء البلد. نعم. وجاء في وقته واستتب الأمن، صرنا نخرج ونروح الأسواق، ونتمنى أن أيضا أن يفتح لنا الجسر بصورة أوسع، وأن نذهب إلى العمرة، وخصوصا أنه الآن الكثير متعطش إلى العمرة، وإحنا ما لنا غنى عن السعودية أقول لك. نعم. لأن نتسوق من الخبر والدمام، ونأكل تمر الحسة، ونعتمر في مكة، ونزور في المدينة. نعم. ما لنا غنى عنكم يا أشقائنا. نعم. ويا صاحب الجلالة، يا خادم الحرمين، إن شاء الله يوصل كلامي أنه نريد أن ييسر أيضا الطريق في الجسر الروحة والجية إلى الجميع، إلى الجميع من غير النظر إلى. وأعتقد أنه كلما احنا فتحنا المجال كلما احتجنا أيضا إلى القانون. نعم. يعني ليس معنى أن نفتح المجال أنه لا يوجد قانون، لأنه الناس بدون قانون لا يعيش. وربما هناك من يعني أعاب السرعة في النظر في القضايا، ولكن السرعة مطلوبة الآن في هذه المرحلة يعني التي تمر فيها مملكة البحرين. إلى أي مدى ترى فضيلة الشيخ أحمد يعني أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه بالشكل الطبيعي وبالشكل الصحيح في هذه المرحلة؟ طبعا صاحب الجلالة أشار إلى هذه النقطة. نعم. وقال أنه يعني سرعة البت في القضايا ليست عيب، وإنما هي نقطة إيجابية. إضافة إلى ذلك أشار إلى أنه إحنا نريد نخلص موضوع هذه القضايا على أساس أنه ندخل مرحلة جديدة، وكل ما حدث في المرحلة السابقة نجعلوه خلفنا. صحيح. وننطلق إلى الأمام. بالفعل. يعني نخلي عجلة الإصلاح تمشي بشكل أفضل مما كانت تمشي عليه. نعم. فضيلة الشيخ علي مطر، يعني ربما أنتم يعني تعرفون من القضاة الكثير حقيقة وهم زملاء لكم. هناك مررنا في مرحلة من المراحل في البحرين من انتقد البطء في مسألة يعني التعاطي القضاء الشرعي إلى آخره من أنواع المحاكم في البحرين مع الأمور التي تنظر فيها. لكن الآن جلالة الملك المفدى أكد على مسألة النظر والإسراع في القضايا. تعليقك حول هذه النقطة؟ هذه النقطة بارك الله فيك مطلب شرعي، أن يتم الإسراع والنظر في القضايا إذا لم يكن هناك لدى القاضي أي تحفظ. أحيانا بعض الناس يتذمرون من تعطل بعض القضايا. القاضي لا يتعمد تأخير القضية، ولكن بسبب ما يوجد بين يخفي شيئا وذاك يكذب، وهذا جاء بشهادة الزور، وهذا يفتري، والقاضي يريد الدليل. نعم. بعض القضايا تحتاج إلى أدلة جنائية، بعض القضايا تحتاج إلى رأي طبيب شرعي، بعض القضايا تحتاج إلى رأي خبير اقتصادي، خبير كذا إلى آخره. فلهذا الأجل كانت بعض القضايا تتأخر، ولكن تأخير القضايا ليس بأصل. نعم. والاستعجال في إصدار الأحكام ليس بعيب، وإنما أمر مطلوب. لماذا؟ الطرف الآخر
يعني لا تستقر أي بلد من البلدان، لا تستقر تلك البلدان ولا تحصل الطمأنينة والراحة للمواطنين وللمقيمين إذا كان هناك خلل في القضاء، وكان هناك خلل في تطبيق القانون، وكان هناك خلل في تعطيل حقوق الناس. معي؟ نعم. فعندنا الله يبارك فيك مسألة القضاء القضية في قضية معينة صدر الحكم بسرعة، لأننا أولا نحسن الظن، ونحن نعرف أن القضاء الأصل فيه أنه نزيه، وأن القضاء مستقل، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك، وقال: أتحدى أي قاضي أو أي محامي أنني قد تدخلت في شؤونهم وفي القضايا التي ينظر فيها بالتلميح أو برأي أو بكذا إلى آخره، أبدا يتحدى. فهذا الأصل. نعم. لكن اسمح لي فضيلة الشيخ أنقل هذه النقطة لفضيلة الشيخ دكتور أحمد بس خلينا أكمل 3 نقاط بعدين نعم. أنقل ما تريد أن تنقله. والنقل سريع لأنه نعم. قريب منا. شوف بارك الله فيك. نعم. استقلالية القضاء، نعم. تطبيق القانون، وإعطاء كل ذي حق حقه. هذه من الأمور التي أشار إليها جلالة الملك وأكد عليها، وهي التي تعطي للمواطن وللمقيم الطمأنينة وراحة البال، حقه ما يضيع، مكفول. القانون يطبق مهما كان هذا الذي اعتدى عليك أو أخذ مالك أو أخذ حقك، كائنا من كان. نعم. إن شاء الله يكون من صحيح وزير ولا أكبر من وزير، حقك مأخوذ. وأيضا أن القضاء نزيه ومستقل. لكن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى حسن الظن بالجهاز القضاء، صحيح. نحسن الظن بالمسؤولين، نحسن الظن ونتواصل معهم بالنصيحة وبكذا لو كان هناك أي خلل. بالفعل. شيخ أحمد، يعني جلالة الملك مثل ما أشار فضيلة الشيخ علي مطر يعني ذكر بأنه لم يوجه بشكل رسمي أو شخصي أي قاضي أو محامي لفعل أو يتدخل في شؤون قضية ينظر فيها هذا القاضي والمحامي. يعني ما هي مدلولات رأس السلطات في مملكة البحرين بمثل هذا التصريح؟ ما هي مدلولاته في يعني إضافة مزيد من نوع من النزاهة والاستقلالية إلى قضائنا في مملكة البحرين؟ طبعا هذا تأكيد على مسألة قضاء النزاهة في الحكم القضائي بصورة عامة. وهناك إشكالية في يعني من يولى القضاء عموما. صحيح. كما قيل: نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء، هذا إن عدل. هذا إن عدل فنصفهم. صحيح. اللي يحكم له هو اللي قضاتنا بيرتاح. الذي حكم عليه سيزعل من ويغضب من القاضي. نعم. أذكر بأن أثناء يعني إجراء دراسة الدكتوراه كان موضوع يتعلق بالقضاء الشرعي بصورة عامة. قبل أن أبدأ في الدراسة العملية كان هناك يعني التهمة الأوسع للقضاء بأنه يطيل الفصل في القضايا الشرعية. الآن خاصة بالنسبة للمحاكم السنية بعد صدور القانون تسهلت كثير من الأمور، فأصبح القضايا يفصل فيها بسرعة بشكل سريع. نعم. فأصبح أيضا أن المحاكم تلام: أنتم بسرعة تحكمون. نفس المسألة الآن قضت في القضايا التي بين أيدي المحاكم الخاصة. نعم. أصبح نفس المسألة. يعني القاضي كما ذكر الشيخ علي هو بحاجة إلى تثبت والتأكد من إثبات هذه التهمة. بالفعل. لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. صحيح. طب ثبتت إدانته، بقي أنه لابد أن يصدر الحكم. لما صدر الحكم الأول هناك ممن أراد أن يطعن ويذم في هذه المملكة، ذكر بأن من يعني سلبيات هذه المحاكم الخاصة بأن ليس فيها استئناف، فجاءه الرد مباشرة الاستئناف بأن من حق من حكم ضده أن يستأنف خلال 15 يوم. وبالمناسبة اليوم نهاية المدة لأنه صدر في يوم الخميس واليوم تمام ذلك. فطبعا استئناف لما نأتي إلى المحاكم العادية في استئناف، في تمييز، في قضاء المحكمة الابتدائية في تدرج يعني في التعاطي مع القضايا. هناك تدرج موجود، ويمكن أن هو يطعن في هذه الأحكام بحسب القانون موجود. نعم. فلا يطعن في الحكم إلا إذا كان في مستند قانوني فعلا. فمسألة الاستعجال هو ليس استعجال، وإنما هو انتهى من الإجراءات الموضوعة قانونا.
فليس هناك أي استعجال. بالفعل. إذن مشاهدينا الكرام، أيضا من الأمور التي أتى جلالة الملك المفدى على ذكرها ما قدم وأنجز المشروع الإصلاحي لجلالته من انفتاح في مجال الحريات والتعبير والممارسة الديمقراطية. ومع هذا هناك من كان جاحدا لكل هذه الإنجازات على الرغم من خطوات الإصلاح والقفزات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال. نتابع هذا الجزء من كلمة جلالة الملك المفدى ونعود إليكم. الديمقراطية والانفتاح لا يعني أن تكون هناك نوع من لا سمح الله تبعية إلى منهج ما أو إلى حضارة ما. الديمقراطية بل اللي احنا نسميها الشورى فيما بيننا هي احتراما منا لبعضنا بعض. يعني اليوم لما أمرنا بالانفتاح أمرنا من تقديرنا إلى كل مواطن وكل مواطنة وكل أسرة. لما أعدنا اللي كانوا في خارج البلاد أعدناهم لأن هذا أهم حق لهم اللي هو العيش كمواطنين كرماء في بلدهم. لما عفينا عن المساجين على أساس أن الناس تعود وتكون شاكرة وتمشي في حياتها مع الآخرين الطبيعية. لما ألقينا قانون أمن الدولة أردنا أن لا يظلم أحد، فإذا صارت عليه قضية ودخل القضاء أن يتدرج في القضاء من محكمة إلى محكمة إلى محكمة حتى يعني يصل إلى براءته بإذن الله، لأن احنا نعتبره بريء حتى تثبت إدانته بدل ما هو العكس. وهذه الأشياء ليست إلا حبا واحتراما لأهلنا في البحرين وتقديرا لمستواهم الحضاري والعلمي وتقديرا لما يمتازون به من مكان. أتمنى أن أهل البحرين يضعون بلدهم في العالم في هذه المكان. يعني اليوم الإعلام والسيطرة الإعلامية هي كلها ضد العالم العربي كله. فعلى هالأساس أنا أعتقد أن دورنا ودوركم ودائما التنبيه والمكانة الطيبة لبلدنا، فلا ننقل عن بلدنا إلا الصورة الزينة. الصورة الزينة اللي ننقلها عن بلدنا تشوه، فكيف ننقل بعد صورة لا سمح الله ناقصة فتشوه أكثر؟ أعود إليكم مشاهدينا الكرام من جديد. حقيقة يعني محاور كثيرة وعديدة تضمنتها الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى خلال لقائه يعني خلال لقائه مع عدد من رجال الدين وأيضا خطباء وأئمة المساجد وعلماء الدين. لكن السؤال الملح حقيقة ماذا نسمي من يعني أنكر كل الخطوات الإصلاحية التي أتت بإرادة ملكية سامية منذ أن طرح المشروع الإصلاحي لجلالته، منذ أن تولى سدة وتولى زمام الحكم في مملكة البحرين. جلالة الملك المفدى ذكر بأن يعني هناك انفتاح كبير في مملكة البحرين، ولكن للأسف رأينا من أساء استغلال هذا المناخ في مملكة البحرين، مناخ الانفتاح. أيضا إرجاع المبعدين والعفو عن المساجين والغاء قانون أمن الدولة، كلها أمور للأسف أنكرها البعض وتجاوزها، وهي أمور يجب ألا ننساها حقيقة. نبدأ معك فضيلة الشيخ فاضل فتيل. يعني ماذا نسمي من أنكر كل الإنجازات التي يعني تحققت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى منذ أن تولى سدة الحكم في مملكة البحرين؟ طبعا واضح جدا لمسات صاحب الجلالة الإصلاحية وخطوات الإصلاحية اللي امتدحها أكيد
قبل القريب. نعم. وكانت محط أنظار الدول، وامتدحها حتى الفقهاء، وامتدح هذه الخطوات العلماء، وامتدحها المشايخ في البلد من الطائفتين. نعم. امتدحها الشيخ عبد الأمير الجمري آنذاك، وامتدحها الشيخ سليمان المدني رحمهم الله آنذاك، وامتدحها جميع المشايخ في البلد وخارج البلد. نعم. الآن إذ تنكر هذه الخطوات هناك سبب لا يتعلق بالخطوات، وإنما يتعلق بأجندة أرادها هذا الشخص أن تحقق. فعندما يعترف بخطوات إصلاحية يضره ذلك. نعم. يضر أجندته، يضر أسلوبه في التعامل. وأنا أوجه الخطاب إلى الجميع، وخصوصا إلى أساتذتي وآبائي رجال الدين وعلماء الدين والخطباء. يجب عليهم أن يقودوا الزمام الآن، أن لا يكونوا منقادين. الذي بدأ بهذه الأزمة ليس هم علماء، الذي بدأ هذه الأزمة شباب. نعم. الشباب يجب عليهم أن يوجهوا لا يوجهوا، وربما هم أنصاف المتعلمين اللي ذكرهم، وربما لم يكملوا تعليم لا ديني ولا أكاديمي. نعم. وقد يكون بعضهم متعلم ولكن يجهل الواجب الشرعي، غير متشرع. نعم. أنتم يا رجال الدين لا تنقادوا خلف الشباب، أنتم قودوا الشباب الآن. القيادة لكم والساحة بيدكم والزمام في يدكم الآن. لا ينفلت الزمام من يدكم. لا تجعل الشاب هو الذي يحمسك. فأنت خطيب جمعة تهتف عندما يهتف الشباب، تكبر عندما يكبر الشاب المراهق، وتتحمس عندما يتحمس الشاب المراهق. إذا ماذا تركت لنفسك؟ متى سوف يكون الشاب المراهق هو تابعا لك؟ نعم. متى سوف تكون أنت القائد وهو المقود؟ الآن أنت مقود، أنا في نظري متبوع. أنت الآن تابع. نعم. تابع. فأنا أقول بأنه الخطوات الإصلاحية لا تنكر. صحيح. وعليكم بتطويرها. نعم. إن كنتم ترون فيها نقصا، استخدمتم أسلوبا في إنكارها وفي محاولة نفيها وما شاكل ذلك، الآن حاولوا استخدموا أسلوب آخر. جربتم أسلوب، جربوا أسلوبا آخر. تعالوا إلى مرة أخرى إلى هذه الإصلاحات، استثمروها، وإن كان فيها نقص فأصلحوه. نعم. وإن كان فيها، ونصيحة السلطان موجودة من قديم عند الصحابة وعند الأئمة، وقيادتنا في البحرين تتقبل يعني مثل هذه المناصحة. يعني هذا يعني يجب أن نسجل هذه الشهادة. ورغم كل ذلك فضيلة الشيخ يعني نجد بأن النكران موجود، ويقابل ذلك عزم من القيادة على المضي قدما في الخطوات الإصلاحية. الآن إذا كان رجل دين أو غيره يقول أنه أنا أحاول أن أصلح، نعم، ولكن لا يترك لي مجال. الآن بعد كلمة جلالة الملك الآن أنت عندك حجة، تعال. ولا عذر لأحد. لا عذر لك. الآن تعال القي الحجة أنت. نعم. قل أنك يا جلالة الملك قلت إذا كان القانون ناقصا فتعالوا، نعم، وأصلحوه وتمموا. تعالوا تمموا. صح. الآن أنت ما عذرك عندما تقول لا يوجد إصلاح. ننكر أن هناك إصلاحات ولا يوجد أي إصلاح ويوجد نقص. نحن لا ننكر النقص ولا ننكر أنه وجود المشاكل، ولا ننكر وجود بعض الأمور المخالفات، والذي ينكر ذلك أعمى. صحيح. نحن مبصرون، ننظر إلى الأبيض وننظر إلى الأسود. فإذا كان هناك شيء متسخ ننظفه، وإذا كان هناك شيء نظيف نحافظ على نظافته. بالفعل. شيخ أحمد، يعني جلالة الملك المفدى ذكر بأن في موضع آخر وأيضا في هذا الموضع بأن الانفتاح متاح في مملكة البحرين، ودعنا نركز هنا على الانفتاح والحريات الدينية وممارسة الشعائر الدينية. للأسف أثناء وقت الأزمة بعض وسائل الإعلام المحرضة والتي تسعى إلى إشعال الفتنة في مملكة البحرين كانت يعني تبث أخبار مغلوطة حول مملكة البحرين بأن هناك تعدي على الحريات الدينية، على ممارسة الشعائر الدينية في مملكة البحرين، وهذا منافي حقيقة للواقع، وبيناه ربما في حلقات
فترات سابقة ودحضنا كل هذه الحجج والادعاءات الباطلة. بودنا أن نسمع منك شهادة يعني حقيقة في هذا الأمر، وأنتم يعني كيف تمارسون حرياتكم وشعائركم الدينية في مملكة البحرين. الواقع يعني يشهد بأن كل طائفة وكل دين وكل مذهب ماخذ حريته، بل حتى اللادينيين، حتى البوذيين، وحتى أصحاب الأديان الوضعية، وأصحاب الأديان التي هي الذين هم ليسوا بكتابيين، مع ذلك يأخذون حريتهم. فكيف بالمسلم في هذا البلد؟ أنا ذكرت لك في الإذاعة قبل كم ليلة بأنه رمضان على الأبواب، باقي شهر ونص، شهرين ويحل رمضان. وإذا ليست هناك حرية دينية، أي واحد يزعم بأنه ليست هناك حرية دينية خليه يجي ويشوف على أرض الواقع كم حسينية ستفتح، وكم جامع سيفتح، وكم صلاة تراويح ستقام، وكم منبر حسيني سيعقد، وكم من المجالس التي يتردد عليها الناس بين فينة وأخرى، مجالس رجال الدين لتعليم الناس القرآن وغيره، مجالس التجار والمسؤولين وأهل العلم أيضا من يفتحون مجالسهم لاستقبال الناس واستفتاءاتهم إلى غير ذلك. راح تشوف أنه هناك يعني مجال واسع وكبير من الحرية. أما إذا إنسان يعني له نية أن يخالف القانون ويخالف النظام ويسعى يعني ما أدري شو أقول، يعني يسعى إلى نشر الفتنة وتأجيج الأمور والفوضى، طبعا لن يترك له المجال. صحيح. وهذه يعني احنا يعني نرجو كل واحد في البحرين، سواء إعلامي في جريدة، في صحيفة، في قناة، أو في منبر حسيني أو غيره، أو في منبر جمعة، لا يؤجج الناس على الطائفة، لا يؤجج الناس ضد الحكومة، لا يؤجج الناس ضد النظام. هذا النظام يعني إنما يستتب بحفاظ الناس عليه. ثم إذا لزم الهرج والمرج كل فقهاء الإسلام يحرمونه ولا يرضون به. صحيح. الآن إذا أقطع إشارة حمراء، هذا لو تروح تستفتي أي واحد من علماء المسلمين كائنا من كان يقول لك هذا عمل غير جائز. ربما تؤدي لقتل الناس، ربما تؤدي إلى تعطيل الناس، تعطيل مصالح العباد. هذا أمر غير جائز. فالانفتاح أمر جيد وبس في حدود النظام، في حدود القانون. بالفعل. يعني دكتور أحمد، جلالة الملك المفدى طالب البحرينيين جميعا، وهذا الآن دورنا نحن كبحرينيين كمواطنين بغض النظر عن صفتنا، يعني أن يضعوا بلدهم في المكانة المرموقة التي تتناسب يعني وطبيعة وحقيقة ما يجري في مملكة البحرين، خاصة أن السيطرة الإعلامية اليوم أصبحت موجهة للأسف يعني للنيل من المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين. ما هو الدور الملقى الآن على كل مواطن دون استثناء؟ بطبيعة الحال، وكنت أتوقع كنت يعني راح على الدور عند الشيخ أنا برجع حق الشيخ علي مطر لغاية يعني إن شاء الله. طيب إن شاء الله. نعم. طبعا هي مسؤولية كل شخص موجود في هذا البلد. نعم. مثل ما كان قضاة الخطر يتهددنا جميعا، وبالتالي كان قضاة المطلوب الدفاع عن هذه البلد من كل شخص. نعم. الآن بعد انكشاف هذه الغمة أيضا هذا الدور لم يذهب، وإنما ما زال موجود، سواء في ناحية قضاء الناحية الإعلامية أو الناحية قضاء التوعوية، في كلهم بحسب موقعه هو. بل أننا نجد ولله الحمد أن هذه الأزمة التي عشناها قد أخرجت لنا كوادر لم نكن نعرفها. قبل ليلتين برنامج الأستاذة سوسن يعني استضافت 3 من الشباب تخصصات مختلفة. صحيح. منهم حقوقيون، منهم أطباء، لكنهم خدموا هذه البلد وما زالوا يخدمون، ووراءهم مئات إن لم يكن ألوف من الأشخاص هم يبذلون هذا الأمر، سواء في الداخل أو في الخارج. كل لابد عليه أنه يحمل هذه المسؤولية ويوصل الحقيقة. مع الأسف الشديد الذي وصل إلى الخارج بالتعاون مع تلك القنوات وتلك الوسائل الإعلامية هو الذي شوه، وما زال هذا الأمر أنه يتواصل.
وبالتالي لابد أن يكون هناك سلاح آخر أو من يحمل هذا السلاح الآخر بحيث أنه يدافع عن هذه البلد بكل ما أوتي من قدرات. نعم، إذا مشاهدينا الكرام، إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الحياة النيابية التي أكد جلالته من خلال كلمته على ضرورة استمرارية المجلس النيابي، وقال أنه أمر ضروري ومقدس وتتمتع السلطة التشريعية بالاستقلالية والحرية. جلالته أيضا في كلمته السامية أكد على ضرورة اتباع الطرق والوسائل الدستورية والقانونية للتعبير عن المطالب والحقوق. نتوقف مرة أخرى مشاهدينا الكرام مع جزء من كلمة جلالته في هذا الموضوع ونعود إليكم. اللي له حقوق والله يا جماعة أقسم بالله العظيم لن ينصفه إنسان أكثر منه ومعاكم أنتم، لأن احنا أحن عليه وأرفع به من غيره، ولن نستقله ولن نستخدمه كآلة وكأداة، بل سنعالج أمره بكل كرامة له والأسرته والشخص. وهذا ما يثبت يعني يثبت كل الإجراءات اللي صارت. فعلى هالأساس أنا أريد البحرين تعود إلى هذا، أن هذا أصلها، هذا شكلها. يعني ما عمر البحرين كانت بلد كما توصف في بعض الإعلام الخارجي. يعني مستحيل أن البحرين ترضى على نفسها بأن تكون قاشمة في شيء، مسيئة. لا يمكن قبول هذه الاتجاهات. وأنا واثق بالله أن العجلة ستدور بإذن الله إلى ما فيه الصالح وإلى ما فيه الخير. ومطالبنا المعيشية ومطالبنا الشخصية ومطالبنا العامة لها نظام ولها قانون، إذا اتبعته وحصلت على ما تريد فهذا الساعة المباركة. هذا اللي قال القانون. إذا القانون ناقص ولا يلبي هذا الاحتياج عدله، طوره وسوي اللي تبغي، ولكن بتوافق مع أخيك وبتوافق مع من هو وياك. ولا يمكن بناء البلد والوطن في يوم وليلة. احنا نبني بشكل يكون ثابت وأكيد ويضمن استمراريته. أنا ما عملت مجلس نيابي منتخب علشان كل سنة أو سنتين أحل هذا المجلس وأن أكون سعيد بأني حليت المجلس. أنا عملت نظام بحيث أن لا يحل هذا المجلس إطلاقا، بل أن يكون أمر مقدس وجوده وأمر ضروري، وأن يلبي طلبات الناس ويمثل رغباتهم، وأن الناس تنظم حالها بالشكل اللي تريد وتدخل المعترك السياسي لتمثل من انتخبهم خير تمثيل. وهذا اللي وصلت له أوروبا ووصل له العالم المتحضر. يعني أكبر شرف لأي إنسان أنه يدخل مجلس نيابي يمثل الناس، وأن يكون له الحق في تطوير القوانين. أنا شخصيا والله استغربت من أمر أن نريد برلمان أفضل ونريد حكومة أفضل، ومن يعترض على ذلك؟ لا شك نريد برلمان أفضل ونريد حكومة أفضل
ولكن بواسطة الناس وبواسطة الآليات الدستورية. فاليوم برلماننا أو مجلسنا النيابي ومجلس الشورى لا يوجد فيه الوزير كعضو ليناقش ويحد ويأمر ويغمز ويهدد. الأعضاء أحرار يناقشون القانون ويرفع القانون للتصديق عليه من قبلنا، وإذا لدى الحكومة بخبرته تعليق أو ملاحظة فعن طريق اللجان الموجودة تبدي رأيها أن النائب ومجلس النواب هو الذي يشرع وهو الذي يأمر ومن دون اعتراض الحكومة عليه. بل إذا رأينا نوع من الاعتراض أو التوضيح فنعيد القانون للدراسة، وإذا رأى المجلس بأنه صحيح ولا خلاف على ما أبداه ما عندنا حق الفيتو، يمشي القانون. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إن كان جلالة الملك مفدى أقسم بأنه هناك من يعني صاحب أي حق وأي طلب في مملكة البحرين فلن ينصفه شخص أكثر يعني من جلالة الملك. نحن الآن بدورنا يجب أن نقسم وأن نكون ونبر هذا القسم بأن نوالي جلالة الملك المفدى بعد للأسف أن فتح جلالة الملك المفدى يده للجميع من خلال المشروع الإصلاحي لجلالته وميثاق العمل الوطني الذي حظي على نسبة 98.4%. يعني يجب الآن أن نجدد الولاء والعهد لجلالة الملك المفدى وأن نكون على قدر هذا الولاء والعهد وأن نكون على قدر القسم الذي يجب نحن من نقسم عليه. عودة إليكم ضيوف الكرام في الاستوديو. أبدأ معك فضيلة الشيخ علي مطر شوي بالرجعك إلى المجلس النيابي وإلى السياسة باعتباره يعني تخصص سابق لك فضيلة الشيخ. جلالة الملك المفدى أكد يعني على أن المجلس النيابي جاء ليستمر وليس ليتم حله في سنة أو سنتين، ومن خلال الظروف يعني للأسف التي عشناها في مملكة البحرين وبعض التأزيم والتصعيد الذي ربما يمكن شهدتموه في الفصول التشريعية السابقة، لكان لو كنا في دولة أخرى غير البحرين لكان الحل أمام قائد تلك الدولة هو الحل، يعني لكان الحل هو الحل. فيعني ما مدلولات تأكيد جلالة الملك المفدى على أن المجلس النيابي والسلطة التشريعية جاءت لتستمر وأنها أمر مقدس ووجودها أمر ضروري بالنسبة للناس؟ لا شك أن هذا الأمر يدل على حرص جلالته على دولة المؤسسات، ودولة المؤسسات ووجود البرلمان ووجود هذه المجالس التشريعية والمنتخبة والمجالس البلدية هي مشروع الملك. صحيح. مشروع جلالة الملك. نعم. فكيف لقائد أن يضر مشروعه أو يفشل مشروعه؟ فهذا المشروع كما أكد جلالته أنه ما أنشئ وأقيم لكي يحل أو يقطع أو يقف. نعم. وكما تفضلت كم حصل في السنوات الماضية من أمور كان يتوقع الناس أن المجلس سوف يحل. صحيح. بل أبسط من هذه الأمور التي حصلت عندنا تحصل في بعض الدول من حولنا. نسمع أن المجلس قد حل في أقل من سنة كذلك. في أقل من سنة. وفي بعض الدول في سنتين أو في 3 سنوات ربما 3 أو 4 مرات، إما حل مجلس الوزراء أو حل المجلس كلا للتهرب من استجوابات أو تهرب من أي أمر كان. صح. وهذا لم يحصل في بلادنا. نعم. لماذا؟ جاء القانون، جاء الدستور ونص على بنود معينة ومواد معينة، جاءت اللوائح الداخلية للمجلسين مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني ككل نصت على أمور معينة. فمن هو داخل هذا المجلس من انتخب من الشعب، نعم، أو من عين من جلالة الملك،
هذه الغرفة أو تلك الغرفة، مجلس الشورى أو مجلس النواب، كل واحد من الاثنين يكمل الآخر، وإنما وضع من أجل الشعب. لا نقول أن مجلس النواب من أجل الشعب ومجلس الشورى ليس من أجل الشعب، وإنما هو من أجل الشعب. لماذا؟ كلاهما يكمل، كل واحد يكمل الآخر. لأن البعض اليوم ربما يعجز، هو عاجز عن تقديم مشاريع قوانين أو اقتراحات بقوانين أو تعديل قوانين معينة، فتراه ينصرف إلى اقتراحات وإلى رغبات وإلى تصريحات في الصحف نسمعها، وهذه لا تنطلي على المتابعين، على المتابعين. وعلى هذا ليس من عمل النائب. أنت تستطيع أن تصرح في الصحف، المشايخ كل واحد منهم يستطيع أن يصرح في الصحف، وكل يوم نقرأ حتى لطلاب صغار في الابتدائي وفي الإعدادي والثانوي من يرسل بتصريح أو مقال للصحف. فأنت ليس مجالك تصريحات صحف، وليس مجالك عنتريات وصراخ وغير ذلك، وإنما مجالك مجال سن قوانين ومجال تشريعي. يا أخي مو بعاجبك قانون العقوبات عدل فيه، مو بعاجبك قانون الحقوقيين وقانون المحاماة عدل فيه، مو بعاجبك قانون الصحافة عدل فيه. ترى أن هناك بعض المواد حتى في الدستور مو مقدس، صحيح، قابل للتعديل. حتى في الدستور يا أخي قدم تعديل، وإن حصل توافق بينك وبين زملائك وغير ذلك. لكن للأسف البعض كان يعني يلجأ للتصعيد والتأزيم. أنتقل لك. ليش يلجأ إلى التأزيم؟ لأن شاهدنا أن البعض في المجلس النيابي إنما يعمل من أجل حزبه ومن أجل جمعيته ومن أجل كتلته ويتناسى مصلحة الوطن. وإن كان هناك مشروع قدم من كتلة أخرى المصلحة العليا للوطن ولم يقدم، لأنه لم يقدم من كتلته ومن جماعته، يقف حاجزا وحائطا دون تحقق ذلك المشروع. فإذا صحيح. أو يأتي البعض منهم ويصرخ أنا عاجز وأنا لا أستطيع أن أفعل شيء، وأنا يا أخي كيف ليش ما تستطيع؟ يقول هناك بند في اللائحة الداخلية. نعم، اسمح لي فضيلة الشيخ قبل أن نسترسل، أنا عندنا الوقت ضيق وبودي أن أسمع يعني أشارك جميع الضيوف. يعني فضيلة الشيخ فاضل جلالة الملك المفدى أكد على مسألة الانتخابات التكميلية القادمة، بودي أن توجهوا كلمة يعني للناخبين ممن يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات التكميلية على المشاركة وحثهم على المشاركة، خصوصا وأن للأسف يعني جزء كبير من الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين مؤخرا كان طرف فيها بعض النواب الذين يعني استقالوا، فبودنا نسمع منك كلمة توجه فيهم الناخبين. طبعا من المؤسف أن تتوقف الحياة البرلمانية عندما تعصف بالبلاد أزمة، بل المفروض أن الحياة البرلمانية والنيابية تقوم بدورها، وهي لم تتوقف يعني على أرض الواقع في مملكة البحرين. يعني أقول من المؤسف أنها لو توقفت. نعم. وطبعا رأيي ورأي العقلاء في البلد الآن أن تعود الحياة النيابية إلى كامل قوتها وكامل نشاطها وكامل استكمال أعضائها، وهذا لن يكون إلا بإعادة الانتخاب في الدوائر الناقصة. بالفعل. وأحث الأخوة إلى المشاركة الفعالة من أجل استكمال الخطوات الإصلاحية، ومن أجل أن نقف مع قيادتنا في إخراج البلد من هذه الأزمة. بالفعل. وأما الهروب وأما الابتعاد والهروب بدعوى الإصلاح، عمر الهروب لم يحدث إصلاحا، لم يحقق إصلاحا. بالفعل. والابتعاد عن المشكلة لا يحلها، وإبعاد الدواء عن الداء لا يشفيه. فهلموا بنا أن نتدارس وضعنا وأن ننظر إلى دائنا ونشخص داءنا حتى نصف له علاجا ونضع ذلك العلاج. ما أحوجنا لأن نلملم جراحاتنا. بالفعل. ونقف مع طبيبنا جلالة الملك ونعالج جراحنا، ليس من خلال غير حكومتنا وإنما من خلال حكومتنا نصلح حكومتنا. بالفعل. يعني سأعذرني فضيلة الشيخ أنتقل للشيخ أحمد لضيق الوقت ولا الحديث معكم شيق. الشيخ أحمد، يعني من خلال تجربتكم إلى أي مدى ترى أن يعني السلطة التشريعية المنتخبة في مملكة البحرين هي سلطة مستقلة وسلطة تمارس دورها يعني وإن وجد قصور يعني تمارس دورها بكامل الحرية المتاحة لها في مملكة البحرين؟
الدولة لم تقصر في إعطاء المجال وإعطاء الحرية، ولكن التقصير من نفس النواب، وأيضا التقصير من الناس الذين يوصلون هذه الأشكال من النواب. أنا أوجه دعوة لإخواني في الدوائر التكميلية أن لا يوصلوا أحدا إلى المجلس إلا من يثقون بكفاءته ويثقون بأنه سيخدم وطنهم بالأول، لأن الوطن أغلى منا إحنا وأغلى من أنفسنا. نعم. ثم أنه سيخدمهم وسيخدم مصالحهم وقوانينهم وتشريعاتهم، وأنه سوف يخدم يعني أنه لديه الاستعداد لأن يرفع توصيات إلى الحكومة في خدمة الناس وإصلاح حياتهم المعيشية وإصلاح حياتهم التعليمية والاجتماعية وما شاكل ذلك. نعم، أسمع منك كلمة أخيرة فضيلة الشيخ دكتور أحمد العطاوي حول نفس هذه النقطة. طبعا هي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق أولا الناخبين. جربوا أكثر من مرة أنهم سيروا، وما هي نتيجة هذا التسيير لهم. آن الأوان أن يستخدموا عقولهم. الكلام اللي ذكرت لك سابقا، وأرجو أن يوضع في البال للمؤدين أنهم يعدون حلقة على مسألة أعمال العقل وعدم فقط تحكيم العاطفة في كثير من الأمور. الإنسان لابد أن يستفيد من تجاربه. الذي أوقعنا في هذا الأمر هو عدم استفادتنا من التجارب السابقة. الآن هي مسؤولية الناخب أنه لابد أن ينتخب من، كما ذكر الشيخ أحمد، من سيحقق أولا المصلحة لهذا البلد في استقرارها، ومن ثم قضاء مصلحة من يسكن في هذه البلد بغض النظر عن مذهبه، عن دينه، عن ميولاته. بالفعل كلنا نعيش في هذه يجب أن تكون المصلحة الوطنية هي الاعتبار الأول التي تقدم في هذا الأمر. بالفعل. إذن مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الخاص. نتمنى حقيقة أن نستفيد الجميع من الكلمة التي وجهها جلالة الملك المفدى. هي كلمة جامعة وشاملة، لم تختص فقط يعني العلماء وأئمة وخطباء المساجد، بل هي كلمة موجهة لجميع المواطنين في مملكة البحرين، ويجب أن نستفيد مما ورد فيها من مضامين ويعني حكم حقيقة نثرها جلالة الملك المفدى في هذه الكلمة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والى ضيوفي في الاستوديو فضيلة الشيخ أحمد سلمان، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ، وفضيلة الشيخ علي مطر، شكرا لك ايضا فضيلة الشيخ. كما ان الشكر موصول الى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد العطاوي، شكرا لك. الله جزاكم الله خير. وفضيلة الشيخ فاضل فتيل، شكرا لك فضيلة الشيخ. شكرا لكم انتم ايضا. نلقاكم مشاهدينا الكرام على خير، الى ذلك نحن لكم اجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.